يا أبو طيف، السلام عليكم ورحمة الله. الله يمسيك بالخير يا رجل. قابلناهم يا شيخ، أنا في وجه الله يا أخي كم لي عسكري، أقسم بالله الذي لا إله غيره. قابلت صاعقة ومظلات وكل شيء، أقسم بالله ما قد شفت في حياتي يا رجل زي صملة السودانيين صراحة. الصدق والله العلي العظيم، ما أقول لك إن السعودي يجبن ولا يخاف، لا والله لا والله لا والله لا والله. وأنا وقفت مواقف، ما أتكلم عن نفسي، عن أخوياي اللي معي. أقسم بالله أسود الفلع يوقفون يا جينا إطلاق نار، أقسم بالله ما يهز في الرجال شعره وكأنه يرقع بنشر. ولكن أتكلم لك عن سودانيين يا ولد، أنا في وجه الله ما كأنه يا أخي ما أدري هل هو برود خلقه أم هل هي جبلة خلقه من الله سبحانه وتعالى. الله أعطاهم كذا يا أخي، سبحان اللي أعطاهم يا أخي، أعطاهم هيبة. أنا شفت هيبتهم في المعركة صراحة، والله الذي لا إله غيره يا أبو طيف، شيء خيالي. أنا أقول لك يعني منبهر، والله العلي العظيم أني ما أقدر أوصف لك مواقف حصلت صراحة. حنا ننخش ننزوي نسمع طلقة طين زي كذا ننخش، يا السوداني كان يرقع بنشر قسما بالله. كان رايح يا أخي يتمشى، ما أدري هل هي تبلد حس كذا، طناخة رجال ما فيه، هل هو يبغى يستشهد رجاله غصب؟ ما تدري وسوسوا بنا صراحة. رجال مواقف ورجال يا أخي. إيش أقول لك يا أبو طيف، يا أخي أعجز في التعبير، والله أعجز. لأن رسالتك هذه يا أخي هي ضغطني وخلتني أعبر يا رجل. تخبرهم، آسف علي طالع معليش اعذرني يا أخي، تخبرهم حتى في الشركة يا أخي، رجال يا أخي خوانا، فرق عن المصري وعن صراحة. السوداني يجيك رجل